في الظروف الاقتصادية الصعبة اللي كلنا عايشين فيها الأيام دي، دايما كل الناس بتدور على مصدر دخل إضافي، وعادة ما بيكون الدخل ده عن طريق شغل تاني، زي إنك تشتغل بارت تايم من البيت مثلا، أو إنك تشتغل كفريلانس. بس تخيل إنك تقدر يكون عندك دخل إضافي من غير ما تضطر إنك تعمل كده، إنك تشتغل ساعات إضافية. ومش بس كده، إنت تقدر كمان تضاعف الدخل ده، وده اللي هيوصلك للحرية المالية. كمل معايا الفيديو ده للنهاية عشان تعرف إزاي تحقق ده من خلال الاستثمار في البورصة. في البداية لازم نعرف الفرق بين أنواع الدخل. النوع الأول هو الدخل النشط، زي المرتب اللي بتقبضه مقابل شغلك من 9 ل5 مثلا، أو الفلوس اللي بتاخدها لما تعمل تصميم لموقع من عميل لو شغال فريلانسر. بس مش ده مصدر الدخل الوحيد اللي تقدر تعمله. النوع التاني من الدخل، وده اللي يهمنا، هو الدخل السلبي أو الباسيف إنكم. وده الدخل اللي بيجيلك من غير ما تضطر إنك تشتغل، ومش شرط تضيع 5 أو 8 ساعات فيه كل يوم عشان يجيلك منه دخل. زي عوائد العقارات، الإيجار مثلا. لو عندك عقار وبتاخد إيجاره من المستأجر، انت هنا مش بتقدم وقت ولا مجهود مقابل الفلوس دي. أو إنك تكون شريك في محل مع واحد صاحبك مثلا، أو في مشروع تجاري، هنا الفلوس أو الربح اللي بيجيلك اسمه الدخل السلبي. وفي الفيديو ده الدخل السلبي اللي هنتكلم عنه هنا هو العائد على توزيعات الأرباح في الأسهم اللي بنمتلكها. اتفقنا في الفيديو اللي فات إنك ممكن تبدأ باستثمار مبالغ صغيرة في البورصة، وتزيد مع الوقت بفعل العوائد المركبة عشان تبقى ثروة. احنا هنا هنستخدم الثروة دي في تحقيق دخل سلبي منها. طب تمام، ازاي البورصة ممكن تكون مصدر للدخل السلبي؟ اولا، مش محتاج للتدخل اليومي. انت هتشتري اسهم في شركات قوية ماليا بتحقق مكاسب، ده بعد ما تدرسها طبعا. وفيها اهم ميزة محتاجينها، وهي انها بتوزع الارباح على هيئة كوبون. الكوبون ده هو نصيبك في ارباح الشركة بما انك شريك فيها. وبكده انت مش محتاج تدخل كل يوم تشوف السهم طلع ولا نزل، ولا يشغلك الكلام ده. انت اخر كل مدة الجمعية العمومية للشركات بتحددها بتاخد نسبتك من الارباح في الاسهم بتاعتك. ثانيا، التنوع. انت ممكن تشتري اسهم في اكتر من شركة، وكل شركة بيكون ليها مواعيد محددة في توزيع الكوبونات او الارباح. وبكده يبقى عندك توزيعات ارباح بشكل دوري كل كام شهر، مش لازم تستنى كل سنة عشان تاخد ارباحك. زائد انك ممكن تشتغل في قطاعات مختلفة زي العقارات او الشركات المالية او البنوك او غيرها. وده يودينا لنقطة مهمة: هل البورصة كمصدر دخل اقدر اعيش منه؟ الاجابة البسيطة المباشرة ايوه، لكن بشروط. هقولك ايه هي اهمهم. ان ازاي اختار الشركات اللي هشتري الاسهم بتاعتها. اولا، لازم تحلل الشركة ماليا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تشوف الشركة بتكسب او بتخسر، وبتبيع بكام، وباعت بكام السنة اللي فاتت، وباعت بكام السنة دي، وكسبت قد ايه خلال ال5 سنين اللي فاتت. من الاخر كده انت هتكون شريك في الشركة دي، لازم تعرف كل حاجة، خاصة بنشتري بكام وبنبيع بكام وبنكسب كام. وعلى فكرة الموضوع بسيط، وتقدر تشوف كل البيانات دي من خلال موقع البورصة الرسمي. الشركة بتكون مطالبة بتقديم القوائم المالية زي قائمة الدخل والميزانية العمومية للشركة كل ربع سنة، يعني كل 3 شهور، وتشوف التطورات اللي حصلت. فأنت كشريك أو صاحب أسهم بتشوف أداء الشركة خلال المدة ماشي كويس، وإيه التغيرات اللي حصلت فيها. يعني ده ملخص أداء الشركة في الفترة دي. وفي مواقع كتير بتحسب لك البيانات دي على طول وتقارن بينهم، زي موقع تريدنج فيو. هسيب لك الرابط بتاعه في صندوق الوصف. نيجي هنا لأهم نقطة اللي هي الحسبة، يعني أنا محتاج كام عشان يجيلي ربح كام. وخلي بالك هنا أنت بتتحول من موظف في حالة الدخل النشط إلى مستثمر في حالة الاستثمار في البورصة، والفرق بينهم كبير. هقولهم لك في السريع كده. يعني أولا، ما ينفعش تحسب الرقم كام كفلوس، يعني كام جنيه مثلا، لا، أنت هنا بتحسب النسبة. يعني بتقول العائد هنا كام في المية في مدة قد إيه. تاني حاجة، بتحسب العائد أو الدخل سنوي مش شهري زي الموظفين. تالت حاجة، بتفكر دايما على المدى البعيد، مش زي الموظف اللي بيفكر ازاي يكمل بمرتبه
لآخر الشهر من غير ما يستلف. لا، التفكير هنا بيكون بالشهور وبالسنين. تمام؟ تمام. اعمل لايك للفيديو وكمل معايا. الحسبة بتتحسب ان احنا لو اشترينا 1000 سهم في شركة أبو قير للأسمدة، سعره النهاردة على الشاشة 54 جنيه، يعني 54,000. شركة أبو قير آخر توزيع ليها السنة اللي فاتت كان 7 جنيه ونص للسهم الواحد، يبقى 1000 سهم في 7 جنيه ونص يبقى 7500 جنيه في السنة. ده في حالة ثبات التوزيع. الشركة السنة اللي قبلها وزعت مثلا 6 جنيه ونص، وكل سنة التوزيع بيزيد عشان أرباح الشركة بتزيد مع الوقت. يبقى احنا هنا بنقول بناء على الأرقام دي نسبة العائد على الاستثمار في الشركة دي حوالي 14% قابل للزيادة. ونشوف شركة تانية، مثلا شركات من اللي دايما بتوزع وثابتة في التوزيع زي المطاحن اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. بنقول ان مطاحن وسط وغرب الدلتا سعره على الشاشة حاليا 320 جنيه، واخر توزيع السنة اللي فاتت كان 36 جنيه للسهم الواحد. يبقى العائد 36 على 320 في 100 هيساوي 11% قابل للزيادة. ونشوف غيره وغيره، بس خلي بالك احنا هنا بنختار بناء على التحليل الأساسي أو التحليل المالي للسهم. لما نتعلم التحليل الفني أو حتى أساسياته هيساعدنا نزود النسب دي. بمعنى أدق هيساعدنا نشوف إيه السعر المناسب للسهم، أو بيخلينا نشتري السهم بسعر أقل من اللي عليه. يعني مثلا لو رجعنا لنفس المثال مطاحن وسط وغرب الدلتا، ده كان سعره 300 جنيه، فكده النسبة كانت هتبقى 12%، وكان قبلها ثابت على 280 جنيه، وهكذا. أو مثلا متوقع بناء على التقارير المالية إنه هيوزع السنة الجاية مثلا 50 جنيه للسهم، وإنت اشتريته ب 300 أو ب 290، هيكون نسبة العائد على رأس المال المستثمر هيعدي 25% قابل للزيادة طبعا، وهكذا. وكلمة قابل للزيادة دي لأن السهم نفسه قيمته بتزيد، وزيادته دي بتكون أرباح رأس مالية. يعني لو سهم المطاحن ده مثلا سعره 300 جنيه حاليا وآخر السنة سعره وصل 400، ال100 جنيه الفرق دي بنسميها أرباح رأس مالية. يعني ال1000 سهم اللي اشتريتهم في بداية السنة ب300,000 قيمتهم بقت 400,000، غير توزيعات الأرباح اللي ممكن تكون مثلا 50,000. فبحسبة بسيطة انت حطيت 300,000 بقوا 450، عبارة عن 400,000 قيمة الأسهم نفسها و50 توزيعات ممكن تعيد استثمارها تاني، وممكن تسحبهم وتعتبر هنا دخل سلبي، لأن احنا بنعتبر ان السهم مش هيتحرك خالص وهيفضل ب 300 جنيه زي ما هو. فبنحسب ال50,000 اللي هي التوزيعات على 300 جنيه اللي هو سعره حاليا بناء على مثالنا. معلومة صغيرة كده على جنب، السهم ده من سنة بس كان ب 190 جنيه ووزع 24 جنيه، ومن سنتين بس كان سعره 114 جنيه. وبكده انت بتختار الأسهم اللي بتوزع أرباح وبتقارنهم وتشوف سعر الشراء المناسب ليهم وبتشتري بأفضل سعر. وموضوع المتوسطات اللي هو انك تشتري على مراحل هيساعدك جدا. لو حابب اعمل فيديو تفصيلي عن الموضوع ده اللي هو ازاي اختار السهم من البداية ونقارنه بباقي الأسهم اكتب لي في الكومنتات. بس سؤال هنا، ليه ما نختارش المحفظة كلها سهم واحد ونشتري أفضل سهم فيهم بناء على عائدات الاستثمار فيه؟ الإجابة ببساطة عشان نوزع المخاطرة. القاعدة بتقول لا تضع البيض كله في سلة واحدة، والكلام ده على مستوى الأسهم وعلى مستوى الاستثمار ككل. يعني يكون عندك جزء للاستثمار وتوزعه شوية ذهب وشوية أسهم وشوية سيولة لاقتناص الفرص. وعلى مستوى الأسهم أو البورصة نفسها لازم تنوع المحفظة على القطاعات وتسيب جزء كمان سيولة عشان تتجنب تقلبات السوق، أو تعمل متوسطات أو تشتري أسهم بسعر أرخص لو نزلت لأي سبب. لو وصلت لحد هنا حابب أشكرك أولا وأسألك إيه الشركات اللي ممكن تستثمر فلوسك فيها؟ وهل شايف إنك ممكن تكون مستثمر ولا عقلية الموظف بتسيطر عليك في اتخاذ قراراتك؟